السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير فتم الصحة وفي بال. النهارده انا جايلكم يوم جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. بصوا بقى، مبدئيا كده عايزاكم كده تفجروا زرار اللايكات، وما تنسونيش بقى من التعليقات القمر بتاعتكم. وطبعا برحب بكل قمر انضمت عندي في القناة، وعايزة اقول لك ان انتي نورتيني وفرحتيني. ايوه نورتيني. سلم عليهم، سلم عليهم، قول لهم ازيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، انا بحبكم قوي قوي قوي. قوي. طيب بصوا بقى يا جماعه، مبدئيا بقى كده يعني انا كنت امبارح رحت لحماتي أيوة. وما بيتناش. يعني احنا استنوا وسط الموبايل، مش هيك عاملين ايه؟ نعمل ما بيتناش تمام. ايوه. فريده اللي باتت هناك عندها، وامبارح ما عرفتش اصور حاجه، فالنهارده ان شاء الله كده بقى ايه هصور لكم. استنى بس، هصور لكم ان حماتي اتصلت بيا وكانت طالبه مني مشتريات يعني اجيبها لها. هنزل بقى معاكم كده السوبر ماركت، هنا بيت الجمله جنبي، وهنشتري كمان من كام حاجه يعني حواليا كده، انا واسر استاذ اسر. وان شاء الله كده بقى هنعمل بقى بصوا روتين قمر عندها، وان شاء الله حاجات كتيره هصورها عندها. فممكن الفيديو ده يبقى يتقسم لفيديوهين، يعني فيديو ينزل لكم واحد بكره، والتاني بعده تمام، لان في فيديو اصلا انا محملاه فهينزل لكم ايه في ميعاده عادي تمام. فعايزاكم بقى كده ايه يعني تعيشوا بقى معايا الاجواء دي، وعايزاكم بقى كده بس ياسر عيب، وعايزاكم بس انت بتعمل ايه بس تعملش كده. وعايزاكم بقى كده ما تنسونيش بقى كل الدعم اللي انا بجد بجد مستنياه منكم. بحبكم جدا، وكملوا بقى معايا الفيديو، وان شاء الله كده بقى بصوا هنعمل حاجات جميله قوي قوي الفتره الجايه. يلا كملوا معايا. ازيكم؟ نجيب الحاجات. يلا ماشي. تعالي يلا يا ياسر ماشي. آسف. استنى يا ياسر، استنى عشان هي عايزة ايه كلور فين اهو. تعالى كده هنا. اه لا مش هنا، مش هنا. اقعد هنا، اقف هنا، اقف. تعالى. انا بفصل. مش هتعرف يا ياسر. شفتي؟ طيب مش تعالى نجيب حاجة تانية. هات استنى 400 حلوة. شعرية. شعرية. ايوه اهو. هات شعرية، هات كيس من ده، هات كيس شعرية اه. التاني. شوف اوعى كده اه. استنى اه. انتوا مين؟ نسيت ايه؟ اعمل لي بقى لبنيته بالهنا اللي جوه. هات كمان 3. كمان واحد، كمان واحد. حطها بقى، حطها هنا. شوفي الزيت اوعى كده. مشي كمان. مش عارفة ايه. ابو ياسر جاب لك المشتريات ولا هو ده ايه؟ سيت. لا حلوة. سيت. طب اوعى.
كلها عروض ولا ايه؟ يلا ايه ده؟ الله ينور ابيض يا معلم عليهم. ايوه كده جريد. ايه؟ وده اوه المكس اوه اوه وده السكر ايوه فين؟ هو ده. تعالى نجيب الفانيليا. اوه انا استنى استنى شوف دي لا دي خميرة اهي. بيكنج باودر. لا استنى فين الكيك شيف؟ اللي جاي بقى ربنا يسهل. يلا بقى المجله الثانيه. انما انتوا لسه مادين العرض. وب10 جنيه شط، 20 فلفل اسمر و20 شط و10 شط. كيس دقيق مفيش دقيق هنا. كوباية مية هيتقل قوي. ايه؟ حطي يلا البشاميل. دقيق شطة حطيت ماشي. علبة شاي. حطيت اليانسون. حطيت اليانسون. هي ست يلا بينا. تعالى يا اسم. اهو اهو كان بص انا ورايا بص انا ورايا انا تعالى اهو تعالى نجيب بيض. لا 10 اوكي تعالى. عايزة كيس اهو معلش ممكن كيس اجيب بيض. تعالى يا اسم. بص عايزة 10 عايزة ايه تاني؟ 3 كيلو لبن كل كيلو لوحده. تعالى يا اسم. تعالى نشوف الشاي كده. ماما اهو شاي الوردة اهو. الربع ده. شاي الوردة. تعالى يا اسم. يا لبن يا لبن لا هو هيجيب لبن اهو. عنده بسكوت فيري علبة كنت فين؟ اهو. كبير قولوا لي بقى ايه رأيكم في الجولة دي؟ انا اول مرة اعملها كده، وطبعا انا كنت لوحدي انا ويعني الاسر برضو انتوا عارفين برضو ممكن يلخمني وبرضو صغير وكده. وفي نفس الوقت انا مش متعودة صراحة ان انا اصور. انا كنت بصور كده مقتطفات كده عارفين اللي هو ايه محرجة جدا، ومش متعودة صراحة يعني. فان شاء الله كده مثلا ايه ابقى اصور معاكم بقى ان شاء الله جولة حلوة. يبقى بقى معايا مثلا جوزي او حد تاني يعني فاهمين، اختي مثلا اخت جوزي كده يعني. احاول ان هم تشجعني بحيث ان انا اعرف اصور وابقى براحتي بقى كده. لان اسر انتوا عارفين بقى طبعا يعني برضو ايه كان لخمني، وكنت عايزة مثلا اشتري حاجات وكان معايا ورقة كنت كاتبة فيها الحاجات اللي هي عايزاها وكده. فكنت بصراحة مش عارفة بقى ان انا
يعني اجيب الحاجه كده يعني واصور براحتي وكده. بس يعني حاولت ان انا اعيشكم الجو يعني. وما رضيتش ان انا يعني اشيل الصوت بتاع يعني بتاع التصوير، واحط اوفر فويس وكده. قلت لا اخليه يعني بطبيعته وكده. ويا رب يكون عجبكم يعني ان شاء الله. لو انتوا حابين بقى حاجات من دي كتير قولوا لي كده، وانا ان شاء الله اصور بقى. ان شاء الله لما نيجي ننزل السوبر ماركت تاني وكده نبقى نشتري. انا طبعا اشتريت الحاجات دي من بيت الجملة اللي جنبي، ده زي فتح الله كده بس على صغير يعني. ورحت بقى طبعا محل تاني بقى، سوبر ماركت تاني كده صغير خالص، ده بقى بيبيع اللبن والبيض والكلام ده كله. فقلت اشتري بقى من عنده اللبن والبيض. وما كنتش لاقيها في بيت الجملة الشاي، كان خلصان اللي هو الوردة، انا كنت عايزة الوردة. وكمان ما كانش موجود كانش موجود ايه تاني، البيكنج باودر والكيك شيف وكده والفانيليا. انا كنت عايزه فانيليا بالبرتقال، تمام. وكنت عايزه كيك شيف، ما لقيتش بقى الاتنين دول، فقلت اشوفهم بره، ما لقيتهمش خالص. ف يعني اضطرينا بقى نجيب من يعني جبنا من حد تاني. بس انا ما لقيتش دريم بقى اللي هي بطعم البرتقال. عايزه اقول لكم بتبقى خطيره، كانكم بالظبط عاملين يعني حاطين في الكيكه برتقال بالظبط، كانكم جايبين كده عصير وحاطينه. فما كنتش لاقيه، لان هي كانت يعني طلبت مني ان انا اعمل لهم كيكه وكده. هعمل لهم بقى واحده بالشوكليت، وهعمل لهم واحده عاديه يعني بالفانيليا. بس انا بقى الشوكليت دي انا ما صورتهاش، لان انا كنت هعمل الاتنين فانيليا. يعني انا كنت خلاص يعني حتى كنت خليت اسلامي صورني وانا بعمل الفانيليا، وقال لي اصور لك التانية. قلت له لا انا هعملها برضو فانيليا. هي وفجاه كده فجاه هنعملها شوكولاته. فهقول لكم يعني لما اجي اوريها لكم هقول لكم الطريقه برضو بتاعه الشوكليت، وممكن مره تانية ابقى اصور بقى معاكم. المهم بقى كده كنت جايبه بقى كمان علبه بسكوت، وقلنا بقى نفطر كده بسكوت بالشاي بلبن بقى. وانا كنت عامله الكافي ميكس و وقلت بقى كده نفطر فطار خفيف. عشان خاطر بقى كنا قايمين بقى نعمل الغدا. يعني انا على طول فطرنا وكده، وقمت بقى على طول انا على الغدا. كانت حوالي الساعه 2 بقى، فقلت كده اقوم كده على الغدا على طول و... ونخلص. وهنا بقى انا كنت يعني خلصت الغدا، وكانت اخت جوزي بقى كانت جت وكده، هي روقت اوضتين، وانا قلت اروق الاوضه دي واخليها بقى تصورني. ومعلش لو كانت الصوره يعني مش زي كل مره، لو مهزوزه او حاجه فاعذروني بقى معلش، عشان ما كانش معايا الستاند كمان. فقلت اغير كده بقى الملايه واكنس بقى الارض كده واظبط الدنيا معاكم. طبعا بقى زي ما قلت لكم، انا كنت رحت لحماتي قبلها بيوم، وما كانش في نيتي اصلا ان احنا نروح، كنا هنروح تاني يوم يعني. بس الولاد بقى شبطوا وكده، وقالت لي تعالي وكده. فالمهم رحنا، قلنا نقعد ساعتين ونروح ونبقى نيجي تاني يوم يعني. طيب ليه مش بتباتي؟ انا يا جماعه مش بعرف انام غير في مكاني في سريري، عارفين انا خلاص يعني يعني حتى كمان عند ماما وكده ما بعرفش. يعني انا ما بعرفش انام غير في مكاني. واللي طلع زي آسر، يعني آسر من النوع برضو اللي هو واحنا مثلا بره يقعد ويلعب ومش عارفه يجي في الاخر يا ماما عايزه انام في بيتي، عايزه انام في سريري. فاللي هو خلاص عايزه اروح بيتي. يعني انا واخده على كده وهو واخد على كده، فما بعرفش ان انا ابيت بره. فريده بقى شبطت انها تبات، وحماتي قالت لي خلاص سيبيها، انتوا كده كده جايين بكره وكده، فسيبيها وكده. فسبتها بقى تبيت و... وروحنا انا واسر. وزي ما شفتوا كده بقى معايا اليوم بدايته يعني. قمت بقى تاني يوم ولبسنا بقى، وخدنا بقى الشاور انا وهو وكده ولبسنا. وبعد كده بقى جبنا الحاجات دي ورحنا بقى عند حماتي على طول. بس كده. فاليوم كان حلو وكان جميل، وبصراحة انا بتبسط جدا جدا لما ببقى هناك. وبحب بصراحة ان انا يعني اشارك معاكم كده يعني المقتطفات والحاجات اللي هي بتبقى بصوا يعني حاجات كده، لحظات كده من الفرحة فعلا بعيشها هناك. وان شاء الله كده بقى يبقى يعني اصور لكم حاجات احلى واحلى باذن الله يعني ان شاء الله. بس كده. ان احنا بقى كنا عاملين بقى في الغدا، كنا عاملين مكرونة بشاميل، وكنا عاملين بانيه كده مقلي، انا اللي عملت لهم يعني ده. وعملنا بقى رز ابيض، لان كان حماتي كانت اليوم اللي قبلها كانت عامله صينيه بطاطس، وكانت عامله يعني ملوخيه وصينيه بطاطس. بس احنا ما كناش اتغدينا عندها، يعني كان عندها ضيوف وكده، فاتغدوا ملوخيه بس، والصينيه كانت بحالها. فقالت بقى تعمل
رز برضو عشان يعني ايه اللي عايز ياكل ده كده واللي عايز ياكل ده كده فبراحته. المهم بقى انا كنت قاعده بقى طبعا عماله اروق وبتكلم بقى مع اخت جوزي وكده، فعمالين بقى نضحك ونهزر وفاهمين ونتكلم، فبجد بتبقى يعني كنت مبسوطه بصراحه، انا كنت مبسوطه جدا يعني الحمد لله. بس كده. خلي بالكم انا دي غيرتها، وهي اصلا كانوا جايبين لي يعني نفس الخداديه، يعني نفس القماشه يعني، عشان ما حدش يفتكر ان انا ما غيرتهوش. بس كده هنفض بقى، هي بتحب تحط كده ملاية او حاجه على الكنبه كده، عشان بس الولاد بقى ما يبهدلوش الدنيا ويكركبوا الدنيا والكلام ده كله. تمام. هنا بقى ياسر بقى، كان ياسر وفريده كانوا بقى مش على طول رايحين جايين بقى، فالولاد بقى فاهمين مش بيسيبوا حاجه في حالها رايحين جايين رايحين جايين. فاقول لهم اقعدوا بقى في حته يعني خلوني نخلص كده، احنا كنا يعني زي ما قلت لكم كده، يعني اللي بيعمل الاكل، اللي بيروق هنا، اللي بيعمل هنا، بنغسل طبعا، بنخلص الغدا مثلا انا بغسل مواعين، اخت جوزي بتغسل مواعين، بنعمل يعني بالتدريج كده فاهمني. يعني احنا ما فيش حد بيقعد كده ما بيعملش حاجه، لا يعني احنا بنعمل. دي من بنت اخت جوزي، بنت اخت منى يعني. فعايزه اقول لكم يعني ايه، ما فيش حد كده فينا بيقعد وخلاص، لا لا، كله لازم يعني، مش فكرة لازم يعني، احنا كده يعني، احنا ما بنعرفش نبقى قاعدين كده يعني ما بنعملش حاجة، لا احنا بنعمل اللي بيروق، اللي بيغسل مواعين، اللي بيطبخ، اللي بينشر، اللي بيعمل حاجات، بحيث ان هي ايه، احنا مش بنتعب حماتي بصراحة يعني، مش بنخليها تقوم ولا تعمل حاجة. احنا بنخلص كل حاجة وبنقعد بقى بقية اليوم بقى كده مع بعض بقى، نقعد نشرب الشاي، نقعد بقى نتكلم الكلام ده كله. بس هنا بقى كده ايه، عدلت بقى الكنبة. قولي رأيكم بقى كده، شكلي حلو بقى بالدرسات بقى والفساتين بقى والجلاليب والكلام ده ولا لأ؟ عايزة اقول لكم ان العباية دي يعني بتاعت حماتي، وهي اصلا يعني من ساعة ما جابتها وهي خلتها ليا، ولما باجيلها عندها بلبسها على طول، هي وفي واحدة تانية كمان. فايه رأيكم؟ عشان أنا بصراحة عايزة اجيب بقى كده ايه، كم عباية كده، عشان طبعا للتصوير كمان. وانا بحب بصراحة الستايلات دي يعني، لان انا بصوا انا بطبيعتي بحس ان انا مش بليق في الدرسات والفساتين والعبايات. فلو كده بقى ان شاء الله شجعوني بقى عشان اجيب بقى، شجعوني وقولوا لي رأيكم. هنا بقى كنت خلاص روقت، وقلت بقى اكنس الارض، اطلع بقى كل الاتربة والم كده كل حاجة. اللي كان بيصورني بقى منى، فاللي هو يقول لها صوري كذا، اعملي كذا، جيبي الزاويه دي اعملي دي فهي بقى ايه يعني، تعبتها بصراحه يعني. انا ما كنتش جايبه الستاند، لان طبعا انا كان معايا حاجات، انا عايزه اقول لكم، انا بصوا جبت الحاجه وسبتها عند المحل اللي تحتيه بتاع ادوات السباكه. تمام. ورحت، ده اللي لما جبت الحاجات من بيت الجمله، بعد كده ايه رحت السوبر ماركت اللي جنبي، جبت البيض واللبن وكده، وبعد كده ايه طلعت الشقه، جبت شنطة اللي هي عجلة السوق عارفينها دي بتاعتي، فجبتها ونزلت حطيت فيها الحاجات اللي انا جبتها، ومسكت طبعا اللبن بقى والبيض، بس كنت ضاربة يعني، مش فكرة ضربة لخمة، معايا قاسر ومعايا شنطة ومعايا حاجات تانية، خايفة انها تبوظ وتتكسر ومش عارفة ايه. فما كانش، كنت بصراحة كنت ناوية اجيب الستاند، بس معرفتش طبعا عشان خاطر كل الكلام ده. ومن تحت البيت بقى لقيت توك توك وكده، ركبنا انا واسر، وعلى طول بقى ايه رحنا بقى هناك. فما كانش عارفه بقى ان انا اطلع بقى اجيب الستاند، وان انا اجيبه واحطه واصور وكده. فان شاء الله بقى ايه لما انوي تاني ابقى اصور، هبقى اجيب الستاند واصور يعني. بس كده. عايزاكم بقى تقولوا لي رايكم في الفيديو ايه، وهل انتوا بقى مستمتعين ولا لا. ويا رب كده اكون انا والقناه يعني عند حسن ظنكم بيا، ويا رب تحبوني زي ما بحبكم، واكون ضيفه خفيفه ظريفه لطيفه محبوبه كده عندكم يا رب العالمين. انا بتبسط جدا والله من كل تعليقاتكم القمر، ومن كل كلامكم القمر اللي انتوا بتكتبوه وتقولوا لي تقييمكم فيه. وبجد شكرا جدا جدا لكل يعني لكل حد تعب نفسه
وبيتفرج كده على فيديوهاتي وبيديني تقييم، ويا رب كده عيلتنا تكبر اكتر واكتر، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى انا كنت خلصت الاوضه وقلت اعطرها. تمام، كانت رايقه بقى. عندها بقى احنا كل ده لسه ما اتغديناش يعني، انا روقت واحنا كنا مخلصين الغدا على الساعه 4 وكان فاضل لنا بس البنات، على كان اسلام لسه ما جاش وكان ولاد منى الكبار لسه ما جوش، فاستنيناهم. فقلنا بقى ايه، نروق الشقه ونظبط الدنيا، وبحيث ان احنا بقى لما نيجي نقعد بقى نتغدى. وبعد الغدا بقى وشربنا الشاي وكده، قلنا بقى نعمل بقى ايه الصينيتين الكيكه يعني. فكده بصوا بقى كده ايه، الدنيا بقت زي الفل ونضيف اهو. اه تمام. تعالوا بقى، كان عندها كمان غسيل، قالت لي ايه انشره، قلت لها هاتي انا انشره بالمره، عشان برضو كده ايه يبقى هي خلصت كل حاجه ايه عندها. إيه، انا بقى ايه عايزه اقول لكم ان انا عايزه اقوم اصور معاكم بقى فيديو، عشان ان شاء الله يعني الفيديو ده نازل لكم النهارده، يعني الفيديو اللي انا بسجل الصوت بتاعه ده نازل لكم النهارده. إيه، فعايزه بقى ايه اقوم بقى اصور فيديو، لان بكره ما عنديش فيديو يا جماعه، انا عايزه اصور ليكم فيديو. إيه، فشجعوني بقى، شجعوني تحت في التعليقات بقى كده، وعرفوني بقى كده انتوا يعني ايه اللي حابين ان انا اصوره، ايه اللي انتوا عايزينه وكده. فشجعوني بالله عليكم بقى، عشان انا بجد بجد يعني محتاجة فعلا تشجيعكم ليا ودعمكم ليا. طبعا بقى في نهاية الفيديو زي ما احنا متعودين كده، هيبقى ان شاء الله في الفقرة التعليمية. النهاردة بقى هناخد درس مهم جدا جدا، وهو شرح لما تيجي في اخر الكلمة يعني letter C او letter K او CK او الKE، في الحالات دي كلها بتقرأ ك. فاحنا هنتعلم بقى وهنعرف امتى نستخدمهم وايه القواعد بتاعتهم. فبرضو حلقة مهمة جدا جدا جدا، اوعوا تفوتوها، اتفرجوا عليها. وانا بحاول على قد ما اقدر دلوقتي اختصر في الفقرة في مدتها، يعني اديكم المفيد منها اكتر عشان برضو ايه ما نطولش يعني فيها، يعني ما يكونش الموضوع مثلا طويل، او في ناس مثلا ما تكونش حابة الموضوع ده. فانا بحطه طبعا للماميز والاولاد بقى، واللي هم بيتابعوني، اللي هم بيبقوا حابين يعني يتفرجوا على الفقرة دي. فانا ما بطولش فيها دلوقتي، فبديكم المختصر وبكون بقى مجهزة شغلي وكده. بس بجد بتبقى حاجة مهمة وحلقة مهمة جدا، فاتفرجوا عليها وقولوا لي رأيكم برضو فيها كده وان شاء الله كده تعجبكم بإذن الله. خلاص انا كده بقى ايه قربت اخلص الغسيل. امبارح بقى جالي تعليق يا آية، قالت لي ازاي اعرف اختار اصدقاء طيبين، ولو موجودين صحاب يعني لما بتكون محتاجاهم مش بتلاقيهم، هل دول يتسموا كده اصدقاء؟ بصوا، هو الصداقات والموضوع يعني بجد بجد موضوع الصداقة ده موضوع يعني ممكن نقول زمان كان فعلا في المواضيع دي اكتر، كان في اصدقاء اكتر، كان في ان الناس كانت معرفش يعني، بحس ان الناس زمان كانت افضل من دلوقتي. مش عارفة ليه كده، بحس ان كله دلوقتي بقى بيدور على مصلحته، كله بيدور على انا اهم حاجة، انا بعمل ايه، انا يعني ايه اللي انا بعمله كده في الافضل بالنسبة لي، مش مشكلة اللي حواليا. بصي انتي، موضوع ان انتي تختاري صديق كويس او تختاري حد كويس ده بيبان بقى بالعشرة. يعني انتي ما تقدريش تحكمي على ان ده صديقك او ان انتي تعتبريه صديقك غير لما بالعشرة، في مواقف، بيبان في المواقف. يعني انتي زي ما بتقولي، لو انتي قلتي ان ده صاحبك وفي مواقف هو ما بقاش جنبك، يبقى ده فعلا ما يعتبرش صديق. لا طبعا، المواقف هي اللي بتبين، وكمان خاصة المواقف الصعبة اللي فيها حزن بقى، اللي فيها احتياج. يعني انتي مثلا تكوني محتاجاه فعلا ضروري ضروري، وفعلا بتلاقيه، هو ده اللي يتقال عليه صديقك. تعرفي تختاريه ازاي؟ انتي طبعا هتتعاملي كويس. المعامله ما على حسب انتي تعرفتي عليه عن طريق ايه، عن طريق مثلا شغل، عن طريق تجرين، عن طريق دراسه، عن طريق مثلا لو انتي مثلا ماميز وليكي ولاد في دروس فتعرفتي عليها، فاهمين؟ فانتي بتعرفيها عن طريق مواقف معينه، هي اللي بتعرفك على البني ادم ده. فلما بتعرفي البني ادم ده كويس وتعشريه كويس مع المواقف بقى، مع الحاجات اللي بتحصل في حياتك، فعلا بتعرفي ان ده صديق.
وبرضو عايزه اقول لكم حاجه، هو مش كل يعني ما تبقوش كل حاجه بتدوها للبني ادم اللي قدامكم، يعني ما تبقوش معطائيين كتير يعني، او ان انتوا مثلا كل مشاعركم وكل حاجه بتحسوا بيها وكل جدعنتكم، لا مش كل حاجه تبينوها، خليها في مواقفها المعينه، خليها في حاجات معينه، تبقى واقفه على حاجه معينه، مش عشان انتوا وحشين، علشان انتوا متعرفوش اللي قدامكم ده انسان كويس يستاهل ده ولا لا، عشان ما تجوش بعد كده تندموا، ما تجوش بعد كده تزعلوا، ما تجوش بعد كده تتضايقوا وتقولوا انا عطيت كل مشاعري، عطيت كل امكانياتي، عطيت كل حاجه، ساعدته في حاجات كتيره ووقفت جنبه في حاجات كتيره وهو في الاخر خذلني. لا انتي خلي كده، يبقى لو هنقول 75% او 50% تدي، ال50% التانيين ما تديش. إيه، مع الوقت ومع العشرة ومع كده كل حاجة بتبين، كل حاجة بتعرفيها إذا كان البني آدم اللي قدامك ده فعلا يستاهل ده ولا لأ. فإن شاء الله كده ربنا يوقف قدامك كل الأصدقاء الطيبين الكويسين، ابدأي اعملي صداقات عادي بس في حدود معينة، مع الوقت والتدريج والعشرة هيبان البني ادم ده كويس ولا لا، تقدري وقت ساعتها تقولي ان ده صديقي وده فعلا حبيبي واخويا وكل حاجه. ربنا يا رب يسعد قلبك ويفرح قلبك يا رب. تعالوا بقى الكيكه القمر. تعالوا بقى نقول لكم بقى سريعا كده عملنا احنا عملنا كيكه فانيليا. جبت 3 بيضات، جبت 1.5 كوبايه سكر. هم هنا بيحبوها مسكره، يعني احنا عيله اسلام بيحبوا الحاجه مسكره فجبت 1.5 كوبايه سكر. تمام، ضربتهم كده بقى مع البيض وحطيت طبعا فانيليا. خلاص ضربنا شويه كده بتاع 3-4 دقايق. بعد كده بقى نزلنا بالزيت، ونزلنا كوبايه زيت وكوبايه لبن. وطبعا بقى كنا معانا حته سمنه كده زي معلقه سمنه مع الزيت برضه عشان تدي طعم، يعني كوبايه بقى زيت وكوبايه اللبن ومعلقه سمنه. وضربنا، قعدنا نضرب بقى كتير. حطينا برضو شويه ملح، شويه خل صغيرين. بعد كده بقى نزلنا بالبيكنج باودر، كيس اللي هو الكيك شيف، انا بحب الكيك شيف قوي. وطبعا 3 كوبايات دقيق، وكمان ذره ملح. بس كده قعدنا بقى نضرب. انا بحب اعمل الكيكه بالمضرب البيض. جبنا بقى الصينيه دهناها بقى سمنه. تمام، ورشيناها بقى كده دقيق، وحطينا الكيك. طبعا احنا كنا هنعمل بقى واحده تانية فانيليا، بس احنا عملنا شوكولاته. بصوا انا عملت نفس الفكره، 3 بيضات وكوبايه، بس المره دي بقى مش كوبايه ونص، كوبايتين سكر، لان الكاكاو اللي استخدمناها كانت يعني مره شويه، هي كاكاو خام بس مره شويه، فكانت مش مسكره، فيعتبر احنا استخدمنا كوبايتين سكر وفانيليا، كيسين فانيليا برضو في كيكه الفانيليا، كيسين فانيليا. ضربناهم كويس جدا. بعد كده نزلنا بكوبايه لبن وكوبايه زيت ومعلقه سمنه، وبعد كده وحبه خل صغيرين. كل ده ضربناه كده زي ما انتوا شفتوا. بعد كده نزلت بكوبايتين كوبايتين وربع دقيق، ونص كوبايه كاكاو خام. كل ده طبعا انا نخلته، وطبعا كيس البيكنج باودر وذره الملح. دي كده بالنسبه لكيكه الشوكولاته. وعملت لها صوص، عملت لها عباره عن عشان هي ما كانش عندها كاكاو كتيره، حوالي مثلا معلقتين ونص كاكاو في الخلاط، مع نص كوبايه لبن، مع كوبايه سكر، لان برضو السكر كنت حاطه نص كوبايه فما كانش حلو، يعني ما كانش لما دقتها ما كانتش حلوه، كانت عايزه سكر، فضفت لها كوبايه سكر. تمام، هو السكر عامه حسب الرغبه. والزيت حوالي كوبايه وربع كده، لان طبعا كنت عايزه السمك يبقى تقيل شويه. بس ضربتهم في الخلاط وشلت بقى الكوبايه دي كده على جنب. اول ما طلعت بقى كيكه كانت عايزه اقول لكم هشه وجميله وطعمها خطير بجد، حاسه ان انا كاني كنت باكل جاتوه يعني. بس كده حطينا بقى الصوص بقى كده الشوكليت، وادي بقى كيكه الفانيليا، وكانت طعمها حلو قوي يعني. كلناها بقى كده وبسطنا بصراحه. تعالوا بقى نشوف الفقره التعليميه بقى دلوقتي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في حلقه جديده. النهارده بقى هناخد مع بعض ان شاء الله كده الاندنج ساوند بتاعت letter C ولتر K ولتر CK ولتر KE. طبعا احنا اخدنا في حلقه امبارح لما صوت الك يجي في اول الكلمه، يعني امتى نكتب سي وامتى نكتب كي، وتعرفنا عليها طبعا. واللي ما شافش الحلقه دي يرجع يشوف الفيديو اللي فات. تمام. اما بقى في حلقه النهارده احنا هناخد الاندنج ساوند، يعني الصوت لما في نهايه الكلمه لما نسمع صوت الك. اول حاله بقى معانا لتر سي. امتى نكتب لتر سي؟ طبعا احنا في كل الحالات دي بننطق او الساوند اللي احنا بنسمعه ك. امتى نكتب لتر سي؟
لما letter C يجي في نهاية الكلمة، تمام، with 2 syllables or more، يعني لما يكون الكلمة فيها مقطعين أو أكتر. مقطعين يعني إيه؟ يعني معناه إن أنا بعمل الكلمة كأني بقسمها لمقاطع، قطع، تمام، زي كيو بيك، كيو بيك، يبقى أنا كده إيه؟ سمعت إيه؟ صوت إيه؟ مقطعين. فطالما قلت كيو بيك يبقى ده سي مش كي ولا سي كي. لوجيك اهي، لوجيك ادي مقطعين. ماجيك ادي مقطعين. جارليك ادي مقطعين. كمك يعني برضو كده ايه؟ مقطعين. يبقى اذا لتر سي اكتبه في نهايه الكلمه لما اسمع صوت الك، لما الاقي الكلمه دي فيها تقسيمه الكلمه كانك بتقسمي الكلمه كده، يعني فاهمين؟ ف مقطعين او اكتر، تمام. السيلابل يعني معناها مقطع، يعني كيو بيك، يعني كيو ده مقطع والبيك ده مقطعتين، تمام. ادي كده اول حاجه لتر سي، اظن سهله جدا. تعالوا بقى ناخد تاني حاجه. امتى اكتب كي؟ after vowel digraph، اللي هي طبعا بعد الفاول اللي بيبقى فيه صوت مثلا دبل او، دبل اي، اي اي. في الحاله دي انا بكتب كي. وكمان في حالة الكونسونانت اللي هو حالة ان الكي قبليها حرف كونسونانت، تمام، يعني حرف ساكن. تعالوا ناخد الاول امثلة على ان الكي منتهية الكلمة بالكي وقبليها حرف ساكن، زي في كلمة بارك قبل الكي ار فده ساكن يبقى كي. فورك قبل الكي ار كذلك. بارك كذلك. بينك ان ده ساكن. ميلك ال ده ساكن. شارك الار ده ساكن. يبقى في الحالة ان الكلمة سمعتوا فيها ك في نهاية الكلمة وقبل الك حاجة ساكنة او حرف ساكن يبقى ده كي على طول. كمان لما نلاقي بقى حالة الديجراف اللي هي بتبقى حالات اللونج، حالات اللونج والحروف اللي هي المركبة، يعني زي بوك ويك هوك، تمام. في الحالة دي طبعا انا بكتب كي لان انا قبل الكي في لونج، في حالة لونج او في حالة حروف مركبة، ففي الحالة دي اكتب كي. نيجي بعد كده امتى نكتب سي كي؟ نكتب سي كي after a short vowel، بعد ما اسمع يعني صوت الشورت فاول، او لما يكون فيه حرف ايه؟ متحرك واحد، الشورت اللي هي اي، تمام. في الحالة دي انا بكتب سي كي، وفي نهاية الكلمة طبعا السي كي. وعلى فكرة عايزة اقول لكم ان السي كي ما بتجيش في اول الكلمة اصلا، يعني عمركم ما تلاقوا سي كي في اول الكلمة خالص، هي بتيجي في اخر الكلمة عشان بس نبقى عارفين. ونكتبها امتى؟ لو الكلمة طبعا قبلها حرف ساكن واحد وفي نفس الوقت يكون الكلمة مقطع واحد، لان طبعا السي، انا بس افكركم، السي بتبقى مقطعين او 3 او 4 او اكتر، ده السي. لكن السي كي بتبقى ايه؟ مقطع واحد، وبتبقى بعد شورت فاول، زي روك هنا او شورت او. بلاك، باك، دك، سك، لك، تيك، نك، كلوك، تمام. في الحالة دي بكتب سي كي. اخر حاجة بقى امتى اكتب كي اي؟ لان احنا عندنا كي وفي كي اي. اكتب الكي اي after long vowel and magic e، يعني بعد حرف يكون الكي دي يعني هتيجي هيكون قبلها حرف long vowel، اللي هي الحالات الاي اي اي او يو في اللونج طبعا، اللي هي اقرا الاي، 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 الاو، اليو، ومعايا في اخر الكلمه اي، يبقى ده ماجيك اي، تمام. زي بايك هنا برضو ايه؟ الاي ماجيك، ادي دي لونج اي. سنيك ها اللونج اي. ميك لونج اي. ليك لونج اي. لايك لونج اي. شيك لونج اي، وهكذا، تمام. يا رب تكون حلقة النهاردة كانت مفيدة، ولو في اي حد عايز يسألني في حاجة يكتب لي تحت في التعليقات وان شاء الله انا ارد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله.